لا بقى يا حبيبي، بقولك ايه الكلام ده عند ام ترتر. يا ترى مين ام ترتر دي وايه حكايتها؟ ام ترتر دي كانت ست من اسكندريه، وخاصه من حي كرموز. اسمها الحقيقي نفوسه، بس كان متعارف عليها ان هي لسانها طويل جدا، الفاظها بذيئه، ما كانش فيه اي حد يقدر عليها ولا يقدر ان هو ينافسها في الكلام، واللي يحاول يقرب منها بتفرش له الملاية. وام ترتر دي كان عندها 4 اطفال، نبوية وترتر وابراهيم واسماعيل. بس هي كانت بتحب تلبس ترتر وبروبرو كده، عشان كده اتسمت ام ترتر. ايه قصة بقى ده عند ام ترتر؟ الست دي كانت عاملة عشة فراخ كبيرة جدا فوق السطح عندها، ولو أي فرخة غريبة نطت عند أم ترتر انسى ان هي ترجع له تاني، بتتذبح وبتتاكل وبتخفي آثارها تماما، بحيث ان محدش يعرف ان هي جت عندها اساسا. ولو حد فكر ان هو يسألها الفرخة بتاعتي دي راحت فين، بياخد كلام زي الفل، ما هي لسانها طويل. فلما كان اي حد بيضيع منه فرخة او حاجة من الطيور بتاعته، يقولوا له استعوض ربنا ده عند ام ترتر. عرفتوا بقى جت منين عند ام ترتر؟